كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن تطورات ساخنة جدا في ملف نجم الوسط أليو ديانج مع اقتراب نهاية عقده بنهاية الموسم الحالي، وظهور اهتمام جاد من نادي فالنسيا الإسباني بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الجارية. المفاجأة؟ إدارة الأهلي بتضغط بقوة على المدير الفني يستروب علشان يوافق على رحيل ديانج وقبول العرض الأسباني، خوفاً من سيناريو رحيل اللاعب مجاناً بنهاية عقده، وده كابوس الإدارة الحمراء. ليه الموقف معقد؟ مفاوضات تجديد عقد ديانج وصلت لطريق مسدود. اللاعب متمسك برقم مالي شايفه عادل مع مستواه ودوره. عرض الأهلي أقل من طموحاته، ومع عرض فالنسيا ديانج جمد التجديد تماماً. حلم الاحتراف الأسباني. ديانج أبدى رغبة قوية في خوض تجربة جديدة في الدوري الأسباني، وده خلى إدارة الأهلي تدخل في مفاوضات مباشرة مع فالنسيا لرفع المقابل المالي. الأرقام بتتكلم. العرض الأول 500 ألف يورو مقابل الست شهور المتبقية. الأهلي بيطلب رفعه إلى ما يقرب من 700 ألف دولار، وفي حال فشل الزيادة في حل أخير مطروح. الخيار البديل إقناع ديانج بالتنازل عن جزء من مستحقاته المتبقية علشان الصفقة تتم، والأهلي يطلع بأقل الخسائر. السؤال اللي محير الجمهور: هل الأهلي فرط في ديانج دلوقتي؟